صباح الخير عليكم. الكيكة بتاعتنا النهاردة من أكتر الكيكات اللي بنعملها دايما في بيوتنا. كيكة البرتقال من الكيكات اللي دايما بتتعمل في فصل الشتاء، وهي الراعي الرسمي لفطار الصبح مع كوباية الشاي بلبن. كبار وصغيرين كلنا بنحبها، وكل حد فينا ليه طريقته الخاصة بيها. بس النهارده هعملها لكم بطريقتي انا الخاصه، بس اوعدكم دي احلى كيكه برتقال ممكن تجربوها وتعتمدوها على طول. كمان هقدمها لكم مع صوص مختلف ومميز هياخد الكيك بتاعتكم دي في حته تانية خالص. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا اقول لكم على احلى واظبط طريقه لكيكه البرتقال مع صوص بالبرتقال ممكن تجربوها. تعالى اقول لكم على المقادير بتاعتنا. هنحتاج ايه؟ في البدايه هحتاج كوبايتين من الدقيق المنخول، دقيق متعدد الاستعمالات او دقيق الكيك، اهم حاجه يكون منخول. نص كوبايه من عصير البرتقال الفريش او المعلب حسب المتوفر، انا هنا استخدمت معلب. نص كوبايه كمان من اللبن، وعندي كوبايه من السكر، لو انتوا حابين مسكر تزودوا كمان ربع كوبايه. هحتاج كمان لأربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية من الزيت، وباكو من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من بشر البرتقال، ومعلقة كبيرة من الخل. دي هي كل المقادير بتاعتنا اللي احنا هنحتاجها في الفيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ في الكيك مع بعض عشان نخلطها ونكمل كل المقادير. يلا كده نبدأ نخلط المقادير مع بعض. أول حاجة هنجيب الكبة أو الخلاط وهننزل بالمقادير السايلة. أول حاجة هنزل بأربع بيضات، عليهم كوباية السكر، وقلت لكم لو انتوا حابينها هي سكرها مظبوط، لو حابينها تكون مسكرة شوية ممكن تزودوا ربع كوباية كمان. نزلت بنص كوباية اللبن، وعندي كمان نص كوباية من عصير البرتقال المعلب أو الفريش حسب المتوفر، أنا كان عندي المعلب فاستخدمته. عليهم كمان هنزل بكوباية الزيت، وبشر البرتقال والفانيلا، وكمان معلقة الخل. الخل بيقضي على أي ريحة ممكن تكون موجودة للبيض، كمان بيخلي الكيك هش أكتر ولونها كمان فاتح من جوه. عصير البرتقال المعلب هيخلي الكيكة لونها أصفر شوية من جوه. لو مش متوفر عندكم استخدموا البرتقال الفريش ده أو ده حسب المتوفر. كده كل المقادير السائلة ضفناها في الخلاط، هضربهم مع بعض كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما الخليط ده يبقى هش والسكر يدوب ويعمل رغوة بسيطة بالشكل ده. كده خلاص عندي الخليط السائل بقى جاهز. تعالوا نجهز المقادير الجافة عشان نخلطهم مع بعض ونجهز الكيك بتاعتنا. نيجي بعد كده للمقادير الجافة. عندي كوبايتين الدقيق كل ما كان منخول كل ما يديكم كيكة هشة وخفيفة زي القطن. على الدقيق هنزل بباكو كامل من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد اما يختلطوا. البيكنج باودر تقريبا مقدار معلقة كبيرة اللي هي الباكو الكامل، وكمان هضيف رشة من الملح، وهقلبهم كويس جدا بالشكل ده. وكده بقى عندي الخليط الجاف بقى جاهز. عليهم هننزل بقى بالخليط السائل بتاعنا اللي ضربناه في الخلاط، وهبدأ كده بالمعلقة هقلبهم من فوق لتحت. ما تخافوش من الكيكة دي لو قلبتوا فيها كتير، لان احنا عندي مش هنخاف ان احنا نطلع الهواء اللي فيها، لان انا عندي مواد تانية بتساعد على رفع زي البيكنج باودر وكمان البيض، غير الكيكة الاسفنجية اللي ما بنقلبش فيها كتير. بفضل بقلب في الكيك لحد ما كل كمية الدقيق تختفي تماما، ويبقى عندي خليط كيك متجانس كده وقوامه مظبوط. دايما عشان تطلع معاكم الكيكة هشة وخفيفة زي القطن، خلوا قوامها ما يكونش تقيل ولا خفيف بزيادة، قوامها يكون مظبوط بالشكل ده. كل ما كان القوام بتاعكم مظبوط هيطلع لكم كيكة خفيفة جدا وقوامها كمان حلو جدا. كده الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة. يلا بينا نجهز القالب بتاعنا. هاتوا اي قالب فرن اي شكل انتوا حابينه. انا بحب القالب ده كتير جدا في كيكة البرتقال خصوصا. دهنة خفيفة كده من الزيت ورشة صغيرة جدا من الدقيق، وبنزل بعد كده بخليط الكيك في القالب لحد ما بنخلص كل الكمية بتاعتنا.
هنشيل اي زوايد للكيك ممكن تكون على الحروف عشان ما تتحرقش جوه الفرن وتعمل ريحه مش حلوه. كده الكيك بتاعتي جاهزه انها تدخل الفرن. الفرن متسخن قبلها بدقيقتين بس على الشبكه لحد ما الكيك تحمر من فوق ومن تحت وتاخد اللون الحلو. بنختبرها بعود خشب او سكينه تطلع معانا نظيفه. كده الكيك بتاعتنا بقت جاهزه. بنطفي عليها الفرن ويلا اقول لكم على الصوص اللي هنعمله مع بعض. جليز السكر او صوص السكر هحتاج له كوبايه كبيره من السكر البودر، ربع كوبايه من عصير البرتقال فريش او المعلب او حتى اللبن، وهحتاج كمان بشر برتقال ولون اصفر ده اختياري عشان يدي الصوص لون حلو كده وشكل حلو كمان يبقى ماشي مع كيكه البرتقال بتاعتنا. اول حاجه هنجيب كوبايه السكر البودر، يا ريت نطحنه كويس جدا يكون ناعم ما فيهوش اي تكتلات او اي حبيبات. نزلت عليه كمان ببشر البرتقال وعليه عصير البرتقال، ممكن زي ما قلت لكم تستخدموا الفريش او المعلب او كمان لبن. اهم حاجة ان انا السائل اللي هستخدمه بضيفه بالتدريج، مش بضيف كمية كبيرة مرة واحدة، بضيف يدوب معلقة معلقة وبقلب لحد ما بوصل لقوام الصوص اللي انا عايزاه. اهم حاجة قوام الصوص ما يكونش تقيل قوي عشان تعرفوا تفردوه على الكيك او اي حلويات انتوا هتستعملوها. زي ما انتوا شايفين انا بزود بس بالتدريج وبقلب لحد ما بوصل للقوام اللي انا عايزاه. بفضل اقلب بنفس الشكل، بنضيف العصير بتاع البرتقال شوية بشوية لحد ما بوصل للقوام اللي انا عايزاه. الصوص ده تقدروا تستخدموه مع كيكات كتير جدا، تقدروا بدل بشر البرتقال تستخدموا اي حاجة تانية او كمان بشر ليمون. هنزل بنقطتين بس 3 صغيرين من اللون الاصفر عشان يديني اللون الاصفر الحلو زي البرتقال، زي ما قلنا عشان يبقى كده ماشي مع كيكة البرتقال وعاملين شكل حلو. بزود كمان معلقة صغيرة بس هنا من عصير البرتقال عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه، عشان الصوص ده يساعدني في الفرد بعد كده على وش الكيك. وبكده خلاص الصوص بتاعي بقى جاهز. هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه. اللون والريحة بجد خطير، هيخلي الكيكة دي في حتة تانية خالص، بجد هتعشقوه. عندي الكيك بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن اخدت اللون الحلو من فوق ومن تحت، اتأكدنا انها استوت وبقت خلاص جاهزة. هنجيب طبق التقديم وهنقلب فيه الكيك بتاعتنا. اهم حاجة الكيك تتأكدوا انها بردت تماما قبل ما تضيفوا عليها الصوص بتاعكم عشان تعرفوا توزعوه كويس وكمان ما ينزلش من على الكيك كله. قلبنا الكيك في طبق تقديم يكون شكله حلو، وبعد كده ابدأوا بقى وزعوا الصوص بتاعكم على سطح الكيك بقى، وممكن توزعوه بمعلقة او تحطوه في كيس حلواني وتعملوا خطوط كده على الوش، وهنبدأ نوزعه ينزل على كمان الجوانب. الصوص ده بجد طعمه خطير، لازم تجربوه مع كيكة البرتقال، صدقوني مش هتعملوها من غيره ابدا. بوزعه كويس جدا لحد ما تخلصوا كل كمية الصوص بتاعتنا. اخر حاجة بقى هنزين الكيك بتاعتنا كده بشرايح من البرتقال على الوش عشان يديها شكل حلو كمان ويبقى شكلها كمان جميل. وهي دي كانت كيكة البرتقال بتاعتنا في الفيديو النهاردة. دي الوصفة الخاصة بتاعتي، اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، هتعملوها على طول مش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها، مميزة ومختلفة، والصوص ده معاها اضافة مختلفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، استناكم تجربوها وقولوا لي عايزين نعمل وصفات ايه وكيكات تانية كمان مع بعض الفترة الجاية. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض، اشوفكم على خير الوصفة الجاية والفيديو الجاي، والسلام عليكم.